هل تخيلت يوما أن ترسل رسالة عبر المجرة لحظيا؟ ليس بسرعة الضوء، بل أسرع. ليس عبر الأقمار الصناعية ولا الألياف الضوئية، بل عبر نسيج الواقع نفسه. قد يبدو هذا خيالا علميا، لكنه مرتبط بظاهرة حقيقية في قلب ميكانيكي الكم تسمى التشابك الكمومي. ظاهرة غريبة لدرجة أن أينشتاين نفسه وصفها بالعمل الشبحي عن بعد. لكن هل يمكن أن تكون هذه الظاهرة هي المفتاح إلى ثورة في الاتصال البشري؟ دعونا نذهب في واحدة من أعقد ألغاز الفيزياء الحديثة. التشابك الكمومي من أغرب الظواهر التي اكتشفها العلم. تبدأ القصة بجسيمين كالإلكترونين أو فوتونين يتفاعلان في لحظة ما ويصبحان متشابكين، ومن تلك اللحظة يصبحان مرتبطين بطريقة لا تصدق. أي تغيير في أحدهما يؤثر فورا على الآخر مهما كانت المسافة بينهما. تخيل جسيم على الأرض وآخر على المريخ، تغير حالة الأول، الثاني يتغير فوريا دون تأخير. أينشتاين لم يتحمل هذه الفكرة، رأى أنها تتعارض مع مبدأ السببية، واعتقد أن هنالك متغيرات خفية لم نكتشفها بعد. لكن التجارب أثبتت عكس ذلك. التشابك الكمومي حقيقي قابل للقياس، وتم إثباته مئات المرات. إذا كان تغيير جسيم يؤثر على الآخر لحظيا، فلماذا لا نستخدمه لإرسال رسالة فورية؟ هنا تأتي المفاجأة. لا يمكننا التحكم في نتيجة القياس الكمومي. عندما نقيس الجسيم المتشابك نحصل على نتيجة عشوائية. لا يمكنك إجبار الجسيم على اتخاذ حالة معينة لترسل بها معلومة، بل لا تعرف نتيجة الجسيم الآخر إلا بعد المقارنة لاحقا. هذه هي نظرية حظر التواصل، والتي تنص على أن التشابك رغم قرابته لا يمكن أن ينقل معلومات أسرع من الضوء. فحتى الآن لا يمكننا إرسال رسالة فورية باستخدامه. لكن هذا لا يعني أن التشابك بلا قيمة في عالم الاتصال، بل على العكس تماما. التشابك هو الأساس في التشفير الكمومي، نظام آمن تماما لتبادل المفاتيح السرية. إنه غير قابل للاختراق، لأن أي محاولة للتجسس تدمر التشابك فورا. والأغرب من ذلك الانتقال الكمومي. لا نتحدث هنا عن نقل البشر، بل عن نقل حالة جسيم من مكان لآخر باستخدام التشابك مع قنوات كلاسيكية. يمكننا نقل خصائص جسيم إلى جسيم آخر على بعد آلاف الكيلومترات. الأمر لا يتجاوز سرعة الضوء، لكنه يفتح نافذة على مستقبل مذهل للاتصال. الآن دعونا نسمح لخيالنا أن يحلق. ماذا لو لم تكن نظرية حظر التواصل نهاية المطاف؟ ماذا لو كانت هنالك ثغرة أو طبقة أعمق من الفيزياء لم نكتشفها بعد؟ لو استطعنا استغلال التشابك لإرسال معلومات بشكل فوري، فسيعاد تعريف معنى المسافة بالكامل. البعثات الفضائية لن تنتظر سنوات للردود. يمكننا التحدث مع مركبة حول ألفا سنتوري في الوقت الحقيقي، ربما حتى التواصل مع حضارات فضائية بشكل مباشر. سيكون هذا الحدث أعظم ثورة في تاريخ التواصل البشري. حتى الآن لا تزال قوانين ميكانيك الكم تقيد هذا الحلم، لكن الأبحاث لا تتوقف. العلماء يطورون حواسيب كمومية وشبكات كمومية وأجهزة استشعار تعتمد على التشابك. بعض النظريات الحديثة كالارتباط بين الزماكن والتشابك قد تقودنا لفهم جديد كليا للواقع. ربما نكون على بعد اكتشاف واحد فقط من كسر القيود. التشابك الكمومي ليس مجرد ظاهرة، إنه باب مفتوح نحو فهم جديد للكون. قد لا يسمح بإرسال رسائل اليوم، لكن بالفعل يظهر لنا أن العالم مرتبط على مستوى أعمق مما نتصور. ففي يوم ما قد لا يكون الاتصال عبر النجوم مجرد خيال، بل واقع نبنيه ذرة بعد ذرة. واكتبوا لنا في التعليقات ما رأيكم في التشابك الكمومي، وهل يمكن أن يتحقق ذلك في المستقبل؟ وإذا عجبك الفيديو تشترك في القناة وتشارك المقطع مع الأصدقاء.